السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفجر الاستثمار الداجني. آه، تم وصول بفضل الله شمع التدفئة الخاص بمزارع وعنابر الدواجن. متوفر شمعة 250 واط، بتكون زي ده، زي نفس الحجم ونفس الشكل. ادي شكل اهو. دي شمعة بتكون 250 واط. الشمعة بتكون ايه 250 واط. طبعا الشمع ده معمول بطريقة كويسة بحيث ان اول الشمعة واخر الشمعة تكون حاجة اسمها خزف. خزف ده آه، حاجة ما بتسحش، حاجة يعني شبه الرخام او كلام شبيه بالكلام ده، يعني حاجة ضد ان هي تسيح يعني، وكمان ما بتمتصش الرطوبة. طبعا الشمعية دي بتكون السلك بتاعها سلك طبعا محمل. طبعا في حاجة اسمها مكرونة. هنا المكرونة دي بتبقى عازل للسلك. هنا برضو كمان هنا نفس الكلام. طبعا الشمعة دي بتبقى أعمال شاقة أو تشتغل مباشر في العنبر. دي 250 واط. في منها حاجة بتكون 500 واط أهو. دي حاجة بتكون 500 واط، شمعية طويلة طبعا، طولها حوالي 50 سنتي. طولها حوالي 50 سنتي. دي 500 واط، لكن دي 250. طبعا احنا هنا انا حاسس بقمة الحرارة طالعة منها، لكن احنا طبعا لما بنكون في مكان مقفول بتبقى طبعا بنحس بالتحويل بتاعها. برضو كان حد سألني اكتر من مرة، الشمعة دي ينفع اركبها جوه بطارية الدواجن، بس الشمعية الصغيرة. يفضل الشمعية دي، الشمعية ال50 سنتي دي، لا انا مفضلش تركب جوه البطارية. طبعا احنا القفص، ارتفاع القفص بتاع البطارية بيكون 40 سنتي. حضرتك بتركبها بتسيب 5 سنتي من فوق وتبدأ تركب الشمعية دي في القفص. برضو يعني نراعي ان الشمعية دي ما تكونش قريبة من الفراخ علشان ما تعملش مشاكل. ان طبعا احنا الشمعية دي ميزتها ان حرارتها بتفضل ثابتة، لكن لما بتكون شغالة متواصل جوه المكان، جوه البطارية او جوه العنبر، بتبقى يعني الحرارة بتاعتها بتتراكم. تمام. طبعا لو مكانك كبير، مثلا اوضه مثلا معاك لحد المربين الصغار، الاوض الصغيره او العنابر الصغيره، بتستخدم الشمعيه اللي هي 50 سنتي دي، اللي هي دي بنسميها 500 واط. برضو نفس مكونات الشمعيه دي. طبعا التكفيل والفينش بيكون حاجه كويسه وحاجه ممتازه. برضو الشمعيه دي ان شاء الله بتكون محاطه بسلك من بره. السلك ده بتكون خامته محمله جدا علشان الفرق الخامات وفرق الدرجات اللي موجوده في السوق. وان شاء الله الشمعة دي هنحاول نبيعها بسعر مخفض جدا عن ناس منافسين في السوق، وكمان خصم على الكميات، وخصم لاصحاب المزارع ومكاتب الدواجن ومكاتب او مستلزمات الادوية البيطرية وخلافه. طبعا لو زبون هيركب في تنبيه مهم، لو زبون هيركب شمع على لوحة التحكم على مخرج الهيتر، طبعا حضرتك بتجيب سلك رئيسي 6 ملي زي اللي طالع من اللوحة ده. سلك رئيسي 6 ملي زي اللي طالع من مخرج التدفئة اللي هو ده. تمام. سلك 6 ملي بتجيبه حضرتك زي كده، وتبدأ تاخد منه سلك رئيسي، وتبدأ بقى تفرع حسب عدد الشمع اللي عندك. تاخد افرع من السلك الرئيسي، علشان ما ينفعش حضرتك تحمل اكتر من 3 شمعات مثلا على سلك وليكن 4 ملي او 3 ملي. احنا طبعا شغل التدفئة بيكون محتاج احمال عالية، ولذلك احنا الكونتاكتورات بتاعتنا اللي بنشغلها في دوائر التدفئة بتكون كونتاكتورات طبعا مصدر موثوق وخامات محترمة، وبالاضافة كمان ان الكونتاكتور لازم يتحمل احمال عالية. فالتنبيه ده نخلي بالنا منه. مؤسسة الفجر لصناعة بطارية الدواجن وتأسيس العنابر.